السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلابنا حبايبنا طالب الصف الأول الثانوي، يلا بينا نبدأ مراجعتنا شهر نوفمبر. الشهر اللي فات كنا حلينا لك في شهر أكتوبر أهم الأسئلة اللي جات لك تقريبا بالنص في الامتحان. طبعا كل الطلبة كلمتني على نفس الموضوع ده، إن احنا نعمله الشهر ده تسريب الامتحان يعني، ونحل أهم الأفكار على اللي جه في شهر نوفمبر أو المنهج اللي احنا خدناه في شهر نوفمبر. يلا نسمي الله ونبدأ السؤال الأول. احنا بس عايز اقول لك ان المنهج بتاع شهر نوفمبر هو عندك من اول الدرس السادس في الوحده السادسه، والدرس السابع ملغي، والدرس الثامن معانا، والدرس التاسع ملغي، والدرس العاشر معانا، والوحده السابعه اللي هم الثلاث دروس بتوعك. يبقى احنا كده عندنا الدرس السادس والدرس الثامن والدرس العاشر والثلاث دروس بتوع الوحده السابعه، يبقى كده 6 دروس. يبقى الاسئله اللي هتبقى موجوده هنا على ال6 دروس دول. طيب يلا نشوف بسم الله. ممكن نلاقي بس حاجه على الدرس الخامس، بما انه عمليات حسابيه فهو مرتبط اصلا بالدرس السادس، فممكن نلاقي برضو عليه ايه اسئله. طيب بيقول لي السؤال الاول: عند جمع رقمين ثنائيين 1 زائد 1 تكون النتيجه 0 1، او اللي هي 10 في النظام الثنائي. طبعا احنا قلنا ان 1 زائد 1 في النظام الثنائي هيدينا ايه؟ هيدينا 0، ومعانا الواحد هيترحل فهيبقى الاجابه صح. طيب في الطرح الثنائي يتم الاستعاره من الرقم الاعلى عندما لا تكفي قيمه للطرح. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لي في الطرح الثنائي لما باجي اطرح انا بستعير من الرقم الاعلى، بتقدم خطوه عشان اخد من الرقم الاعلى لو النتيجه عندي او الطرح عندي او القيمه عندي لا تكفي لايه؟ للطرح. طب هل ده الكلام صح؟ الكلام ده طبعا صح، احنا خدناه كمان في الرياضه حتى مش في البرمجه دلوقتي، يبقى الاجابه صح. تعال نخش على السؤال اللي بعده. ما هي العلاقه بين المكمل للتسعه تمام والمكمل لل10؟ ايه الفرق بين او ايه العلاقه بين اللي بتربط بين المكمل التاسع والمكمل العاشر؟ المكمل التاسع بيبقى ايه؟ بنزود عليه واحد عشان نجيب المكمل العاشر، او بننقص واحد من المكمل العاشر عشان نجيب المكمل التاسع. تعال نقرا الاجابات. بيقول لي المكمل ال10 هو المكمل للتسعه مطروح منه واحد. تعال كده نشوف. يعني المكمل ال10 تمام هو المكمل للتسعه بس ناقص منه واحد، او المكمل لل10 هو المكمل للتسعه مطروح منه واحد. طب شوف رقم، هي هنا هتبقى 9. طب المكمل لل10 هو المكمل للتسعه، هو هنا مش قصده ان 1 ناقص 9، هو قصده ان 9 نقص منها 1، يبقى كده هتبقى 8، فدي كده غلط. طب المكمل لل10 هو المكمل للتسعه مضاف ليه 1، يبقى 9 زائد 1 هنا هتديني فعلا 10، يبقى دي الاجابه الصح. تعال نشوف ج. بيقول لي المكمل لل10 والمكمل للتسعه مضروب في 10، طبعا ده غلط. مكمل لل10 هو المكمل للتسعه مقسوم على 10، طبعا غلط. تعال نخش على اللي بعده. بيقول لي ما هو المكمل الآحاد؟ تمام، هو عايز المكمل الاول او المتمم الاول للعدد الثنائي 0 1 0 1. بنعمل ايه لما اجيب المكمل الاول؟ هنشقلب الارقام، يعني الواحد ينزل 0 والصفر ينزل 1. تعالى كده، ادي اول حاجه عندي الواحد هننزله بصفر، طب والصفر 1، طب والواحد 0، طب والصفر 1. شوف الاجابه دي عندك 0 1 0 1. تعال نشوف اهو 0 1 0 1، دي الاجابه بتاعتها. طالما عايز المكمل الاول او المتمم الاول يبقى هنجيب ايه؟ هنجيب 0 1 0 1، يعني هنعكس الارقام، الواحد ينزل 0 والصفر ينزل 1. طيب خش على السؤال اللي بعده. في طريقه الطرح باستخدام المكملات، انا عايز اعمل دلوقتي الطرح باستخدام المكملات. ايه يا مستر الطرح باستخدام المكملات ده؟ لو انا عندي بقول 4 ناقص 2، طب انا عايز اجيب الطرح بالمكملات، اعمل ايه؟ اشوف العدد المكمل بتاعه، العدد اللي هو رقم، احنا بنعملها من اليمين، فهجيب المكمل بتاع ده اللي هو رقم 2، المكمل بتاعه لل10 8، اجيب 4 زائد 8 هيديني كام؟ هيديني 12. هشيل ده مش عايزه اللي هي الخانه الاولانيه، وهاخد ايه؟ وهاخد الرقم الثاني. يبقى 4 ناقص 2 الكمبيوتر بيستخدمها كده، بيجيب الاول المتمم بتاع المطروح تمام، ونبدا نشوف المكمل بتاعه اللي هو ال10 كام؟ 2. المكمل بتاعه عشان تبقى 10، لو انا عايز اجيب المكمل بتاع الاثنين هشوف هي لل10 هشوف هي فاضل لها قد ايه وتبقى 10، فاضل لها 8، او اعمل 10 ناقص 2 هيجيب لك المكمل بتاعها. طيب فاضل لها 8، اخد ال8 دي اجمعها على الاربعه هيديني 12. سيبك من الخانه الاولانيه من ناحيه الشمال وخد الخانه الثانيه اللي هو 12، هنشيل الواحد وهناخد الاثنين. يبقى بيعمل ايه؟ قال لي بيستخدم ايه لاجراء العمليه؟ بيستخدم الايه؟ بيستخدم الكمبيوتر بدل من الطرح هي الجمع، ان احنا بناخد الرقمين اللي هو المتمم وبنجمعه على الرقم الثاني. طيب
تعال نخش على اللي بعده. بيقول لي لحساب المكمل لل10 للعدد 29. انا عايز اكمل 29. طب ال10 بتاعت 29 المكمل بتاعي يبقى كام عشان توصل كام بقى؟ اول خانه بعديها كام؟ 100. احنا دلوقتي المكمل بتاع ال8 اول خانه عشان تتقفل تبقى 10 اللي هو رقم 10. طب المتمم بتاع 29 عدينا بقى رقم 10 هيبقى بقى ان هي توصل ل 100. يبقى المكمل بتاع 29 عشان توصل 100 تمام. بيقول لي المكمل لل10 للعدد 29 اولا يتم ايجاد المكمل للتسعه، يبقى هناخد بيقول لي ال70 زي ما هو كاتب كده تمام. طب ما المكمل بقى لل10 عشان اوصل لل10 قلنا بنزود واحد يبقى 71. حلو ما فيهاش اي مشكله. انا بيقول لي المتمم ل 29 عشان اوصلها للتاسع ان هي تبقى 99 كام؟ قال لي 70. طب عشان نوصلها ل 100 زود واحد يبقى ايه؟ 71. لحساب المكمل للتسعه تمام اللي هو الكومبلمنت بتاع الايه التسعه لعدد عشري يتم طرح كل رقم من كام؟ مش انا لسه قايل لك لو انا عايز اجيب المكمل ل10 اخد اشوف الرقم وانقصه من الاثنين هيديني ال8. يبقى نفس الكلام مع التسعه هشيل الرقم من الكام؟ من التسعه. يبقى ايه؟ يبقى لحساب المكمل التسعه هاخد كل رقم اطرحه من كام؟ من 9. مفيهاش اي مشكله. انا دلوقتي عايز اعرف فاضل له قد ايه ويبقى 9. هاخد الرقم انا عايز مثلا اعرف على الاربعه يبقى هاخد الرقم تشوف 9 ناقص 4 يديني كام؟ يديني 5. يبقى المتمم بتاع الاربعه عشان توصل للتاسع يبقى كام؟ يبقى 5. طب زود واحد بقى المكمل بتاع الايه؟ بتاع ال10. طيب لحد دلوقتي الدنيا ما فيهاش اي مشكله. طيب كيف يتم الحصول على المكمل للاثنين من المكمل للاحاد؟ هعمل ايه؟ احنا قلنا بنقلب الرقم عشان اجيب الاول، طب نقلب الرقم عشان نجيب الثاني. يبقى ايه؟ يبقى بقلب البتات مره اخرى تمام. يبقى بدل ما هي هتبقى 0 1 0 1 هنخليها 1 0 1 0 تمام. يبقى هنقلب البتات ايه؟ مره اخرى. طيب ما هي الخطوه التي يجب القيام بها تجاه الخانات الرئيسيه الرائده؟ بنعمل ايه في الخانه الاخيره اللي هو 12؟ بنشطب على ايه؟ على الخانه الزياده. يبقى ال 12 انا دلوقتي خدت الاثنين وشلت الخانه الرائده اللي هي ايه؟ اللي هي الكاري اللي احنا شلناها اللي هي كانت بتاعت الواحد. يبقى بنعمل ايه؟ بنتجاهلها. يبقى يتم ايه؟ تجاهلها، بنتجاهلها خالص. طيب بناء على المثال في الملف ما هو المكمل للاثنين للعدد 1 0 1 0؟ عايز المكمل بتاع 1 0 1 0 هعمل ايه؟ اهو 0 1 0 1 يبقى 0 1 0 1 اللي هي الف. هنقلب الايه؟ هنقلب البتات. طيب ما هو المكمل للتسعه للرقم 635؟ طيب احنا عايزين المكمل للتسعه يعني عايزينها توصل كام؟ 999. طيب فاضل لها كام وتوصل 999؟ بص خد كل رقم اطرحه من التسعه عادي. يعني هناخد ادي الخمسه وادي الثلاثه وادي السته. هنا هيبقى كام؟ 5 هيبقى 4 ناقص التسعه يعني. هنا ناقص التسعه هنا ناقص التسعه. 3 ناقص التسعه هيبقى كام؟ هيبقى 6. طيب هنا 6 ناقص التسعه هيبقى 3 يبقى 364. يبقى 364 سهله. خدنا الرقم طرحنا كل رقم منهم من التسعه وجمعنا تاني اهو كده تمام. طيب خش على اللي بعده. في النظام الثنائي ماذا يحدث لكل خانه ثنائيه لحساب المكمل للاحاد؟ بنعمل ايه في كل خانه ثنائيه عشان حساب المكمل للاحاد؟ الخانه الثنائيه بنعمل ايه؟ بيقول لي يتم عكسها او قلبها يعني من 0 إلى 1 ومن 1 إلى 0. طب يتم ضربها في 2؟ احنا لسه قايلين بنضرب بنقسم ايه؟ بنقسم ايه؟ بنعكس البتات. قلنا هناخد الصفر نخليه 1 والواحد نخليه 0. ماشي. تعال نخش على اللي بعده. في اجراءات الطرح باستخدام المكملات يجب اولا ايجاد المكمل لمين؟ احنا قلنا ان انا عندي 9. قلنا ان انا عندي 9 ناقص 4. احنا جبنا المكمل لمين؟ للمطروح. هو ده المطروح منه. احنا جبنا المكمل للايه؟ للمطروح. يبقى في المطروح انا التسعه بطرح منها 4 يبقى احنا جبنا المكمل للايه؟ للمطروح. حلو. في عمليه الطرح العشريه 8 ناقص 6. طيب يتم الجمع 8 مع المتمم 10 اللي عدد 6 وهو 4. طب تعالى نحلها عادي مالناش اي دعوه باي حاجه. 8
ناقص 6. احنا قلنا هنجيب المكمل لمين؟ للمطروح اللي هو الستة. هنجيب المكمل للايه؟ للستة. 6 فاضل لها كام تبقى 10؟ فاضل لها والله 10 شيل منها 6 تبقى 4. يبقى الستة المكمل بتاعها عشان تبقى 10 4. هات الاربعه اجمعها على الثمانية هيديني كام؟ 12. تجاهل الايه؟ ده هنشيله خالص هيديني 2. يبقى 8 ناقص 6 هيديني 2. هو بيقول لي بقى انا عايز الرقم قبل ما اتجاهل الرقم 1 ده، انا عايز الرقم كام؟ هيبقى هقول له والله 12. اوعى تقول له 2 عشان دي الاجابه الصح بعد التجاهل. انا عايز قبل ما اتجاهل الرقم الرائد هيبقى كام؟ هيبقى في تقنيات تسهيل الفهم ما هي الخبره او التاثير العاطفي الذي يكتسبه المستخدمون من التفاعل مع منتج او خدمه. هو دلوقتي انا عندي 4 حاجات، تعال نشتغل معاهم، احنا مالناش دعوه باي حاجه من السؤال. واجهه المستخدم دي الواجهه اللي المستخدم بيتعامل معاها عشان يدوس او يشوف بيدخل مدخلات. هنا المستخدم بيدخل مدخلات وبيدوس مثلا بيكتب اللي هو الاي دي، زي واجهه بتاعت الفيسبوك مثلا بيكتب الاي دي بتاعه وبيكتب الباسورد. دي كده واجهه المستخدم بيعمل شويه حاجات اللي هو الحاجات اللي هو بيتفاعل معاها. طب واجهه المستخدم الرسوميه دي اللي هو بيدي لها اوامر اللي هي زي الويندوز. انا دلوقتي بدوس على ذيس بي سي مثلا فبيفتح لي الفولدرات بتاعتي، فدي حاجات اللي هي بتاعت زي الويندوز مثلا اللي هي الويندوز. طيب تجربه المستخدم دي اللي هي بتاعت التقنيات تسهيل الفهم والخبره التعاطف اللي هو بيديني بيديني فيدباك عن المنتج بتاعي. طب الامكانيه ان هو انا اقدر اعدل على في قدره او القدره على التعديل. تعديل فين؟ تعديل في البرنامج اللي انا بشتغل عليه. يبقى هتبقى تجربه المستخدم. طيب خش على اللي بعده. ما هو السبب الرئيسي للتنسيق النقطي عند مقارنته بتنسيق المتجهات فيكتور؟ ده التنسيق النقطي. ايه التنسيق النقطي؟ اللي هو بيتعامل مع البكسلات. طيب ده بيتعامل مع الفيكتور، بيبقى عارف كل نقطه هي معموله فين او مترقمه او ترقيمها. اما التنسيق النقطي لما اجي اكبر بيحصل بيحصل بيكسل او ما بتبقاش البكسلات واضحه زي الفيكتور. الفيكتور بيبقى اكتر وضوح. طب بتاع النقطي ده بيترسم باستخدام قال لك الفوتوشوب اللي هو البي اس دي. طيب الفيكتور ده بنستخدمه بالإليستريتور، هو اللي بيبني او هو اللي بيرسم التنسيق المتجهات اللي هو باستخدام الفيكتورز اللي انا بعرف كل اتجاه لكل صوره هو رقمها كام بالظبط. اما البيكسلز هو بيرسم بطريقه او التنسيق النقطي بطريقه البيكسلز. طيب يبقى انا دلوقتي بيقول لي تظهر بتعرجات، دي الاجابه الصح عند تكبير الصوره، لان عرفنا ان هو مش بيحدد الحاجه بالظبط، هو بس بيرسم لي تدرجات الوان. فمع ان انا ازوم كتير بتلاقي ان الصوره بتبكسل معايا ما بتبقاش واضحه. حتى انا بقول لك بتبكسل يعني يعني البكسلات قايمه على البكسلات، بقول لك بتبكسل يعني ما بقتش واضحه. طيب اما التنسيق اللي هو بتاع المتجهات لا، هو بيبقى عارف كل صوره متحدده ازاي. طيب وفقا لمبدا لاتش هو دلوقتي عايز اي نوع من التصنيف يعتمد على تسلسل الاحداث من حيث الوقت. هو هنا مبدا اللي هو لاتش باختصار يعني ده اللي هو اللوكيشن والمتجهات، والتي اللي هو التايم، والسي اللي هو الكاتيجوري اللي هو على الفئه يعني، وده اللي هو الالفابيت اللي هو الابجديه، والاتش اللي هي بتاعت اسمه اللي هو بتبقى على البناء الهرمي اللي هو على حسب التسلسل بتاع الملفات بتاعتنا. طيب اول حاجه قال لي هو عايز دلوقتي التصنيف تسلسل الاحداث من حيث الوقت. هنا هيرتب لي هيرتب لي من ناحيه الموقع، على حسب موقع الحاجه هبدا ارتب لك الملفات بتاعتك. عارف اللي هو بتعمل ريستور مثلا باي كذا، يبقى على حسب الحاجه. طبعا الابجديه لو انا من الف، لو الاسامي بتاعت الملفات من الف مثلا ليه مثلا لحد ب، فهرتب لك الملفات دي يبقى الف الاول بعد كده ب بعد كده ت بعد كده ج على حسب الترتيب الابجدي. طيب الوقت ده اللي هو بيسال عليه اللي هو ترتيب الاحداث من حيث الوقت، فعلى حسب اللي جاي الاول او اللي جاي الاخر، على حسب ما انا بقول له انا عايز الترتيب من الوقت من اللي فوق من الاحدث ولا من الاقدم. فانا اللي جاي الاول
بعد كده الايه اللي جاي التاني، فابدا ارتب الايه الملفات على حسب ده. طب الفئه على حسب ده، والله ده ملف PDF، ده ملف وورد، ده ملف مثلا الستريتور، ده ملف فوتوشوب، فهبدا ارتب لك كل عينات من الملفات جنب بعضها كده، بعد كده اللي بعده، بعد كده اللي بعده، بعد كده اللي بعده، وهكذا. عارف اللي هو لما تخش على السوبر ماركت تلاقي حاطط لك جبنه عبورلاند بطعم الزيتون، بعد كده جنبها جبنه عبورلاند مثلا بالقوطه، بعد كده مش عارف بالشطه كده، يعني فاهم؟ بيرتب لك كل حاجه زي جنب بعضها. فهو الكاتيجوري بتاعه ايه هنا؟ مرتب من ناحيه ايه؟ مرتب من ناحيه الكاتيجوري، او من ناحيه النوع، او من ناحيه التايب بتاع الايه بتاع الطعم. فمرتب لك كده ايه بالترتيب، ده جنب ده جنب ده. هو بيعمل نفس الكلام، بس انا بقول له بقى رتب لي على اي اساس؟ والله رتب لي على حسب الموقع، رتب لي على حسب الابجديه الحروف، رتب لي على حسب الوقت، ورتب لي على حسب الكاتيجوري زي كده. طيب هو هنا طالب ايه؟ طالب الوقت. السؤال الأول: ما هو المصطلح الذي يشير إلى تمثيل البيانات بصريا لجعلها أكثر قابلية للفهم، ومن أمثلتها الجداول والرسوم البيانية؟ قال لي أول حاجة التجريد. التجريد ده بيعمل إيه؟ شفت الصورة بتاعت المطب بتاع الشارع وأنت ماشي بتلاقي صورة كده مطب؟ الصورة دي معناها إيه؟ بتعرفني إن أنا أهدي السرعة عشان في مطب، صح؟ يبقى هنا ده تجريد، ان انا بعمل لك رسومات تجريديه. طب الرسم التصويري، الرسم التصويري ده بديك بيانات اكثر دقه، تمام؟ اكثر دقه من اللي هو التجريد، عشان تعرف او توضح، او بوضح لك فيها انا عايز ايه بالظبط. طيب يعني ايه برضو؟ ايه الفرق بين دلوقتي التجريد والرسم التصويري؟ التجريد هو بيديني حاجه من بره كده، انا شايف من بره بس مطب، تمام؟ بس هو ما ادكش شكل المطب ولا ارتفاعه ولا الكلام ده. عارف انت لما خدنا في الدرس الاول الفرق بين البيانات والمعلومات؟ قلنا ان البيانات هي المجموعه او الحاجات اللي احنا بس بايه بنجمعها كده، اللي هي بتعتمد مثلا اللي احنا قلنا بنمثلها بالرموز والحروف والارقام. طيب المعلومات هو تحليل البيانات دي، اللي هو الحاجه بعد ما جمعنا البيانات دي اللي هو القيمه بقى كلها على بعضها. التصوير، الفرق بين الرسم التصويري والتجريد هو ده بالظبط. التجريد هو يعتبر البيانات، الحاجه اللي لسه خام كده، اللي هي الخامه بتاعتي. الرسم التصويري هو بعد ما حللنا البيانات دي. طبعا المثال قريب مش بالظبط، انا بتكلم ان التجريد هو حاجه شامله او حاجه عامه، الرسم التصويري ادق من التجريد. طيب الهيكليه او الهيكله اللي هو ايه؟ اللي هو بنرتب برضو على حسب اللي انا بعمل لك دلوقتي ديزاين، بقول لك ان الطابق العلوي مثلا في المول ده موجود فيه محلات 1 2 3 في المترو، الخريطه المحطه دي، بعد كده المحطه دي، بعد كده المحطه دي الهيكله. طيب التصوير هو التصوير اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو بمثل لك باستخدام ايه؟ باستخدام الجدول. والرسم التصويري في منه الرسم اللي هو رسومات، وفي منه ايقونات، بعمل لك ايقونه على شكل صوره فتعرف ان ده ملف او مجلد الصور. طيب يبقى انا دلوقتي عايز ايه؟ التصوير اللي هو بيقول لي المصطلح الذي يشير الى تمثيل البيانات بصريا لجعلها اكثر قابليه للفهم، ومن امثلتها الجداول والرسوم البيانيه. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي في نظام الالوان ال 24 بت فول كلر، ما هو عدد المستويات اللونيه التي يمكن تمثيلها اللون الاساسي الواحد مثل الاحمر؟ احنا قلنا ان انا عندي 24 بت. طيب احنا قلنا ان اللون الاحمر دي حفظ علينا اللي هو كل لون بيبقى 8 بت، وانا عندي دلوقتي البت الواحد بستخدم اس 2 لما قلنا القانون بتاع ان اس 2. طب انا عندي كام ان هنا اللي انا بستخدمها؟ طيب قال لي 8 اس 2 ثانيه واحده، واحنا قلنا الاثنين اس 8 2 اس ان، فقلنا ان اللون الواحد هياخد مني 8 بت. طيب ال 8 بت ده اللي هو عدد البتات. طب هنا اللي هو عدد الاحتمالات بتاعتنا، لان احنا قلنا الاحتمالات بتاعتنا بتبقى يا 0 يا 1، فما عنديش غير الاثنين، ما عنديش يا 0 غير يا 0 يا 1. طب الاثنين اس كام؟ اس ال 8 اللي هي بتاعت ايه؟ اللي هي بتاعت عدد البتات اللي انا هستخدمها. طب ال 8 دي قلنا ان كل لون من الالوان اللي هي الاساسيه بيستخدم 8 بت. يبقى انا عندي بقى كام مستوى؟ عندي 256 اللي هو 2 اس 8. يبقى انا عرفت ال 256 دي جت منين؟ جت من ال 2 اس 8. طب خد ال 8 دي بقى نفسها اللي هي عدد البتات اللي انا هشتغل عليه واضربها في 3 عشان يبقى انا هو بيقول لي ان هي كام؟ 24. طيب خش على السؤال اللي بعده. ما هو المفهوم الذي يشير إلى مدى سهولة وصول البيانات والخدمات لمجموعة واسعة من الأشخاص بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة؟ بص أنا عندي الإمكانية. الإمكانية يعني إيه؟ يعني مدى سهولة التعامل مع الإيه؟ الإمكانية، يعني أنا أقدر أعمل إيه في البرنامج زي ما قلت لك. طب قابلية الاستخدام اللي هو
كام واحد من الناس يقدر يشتغل على الحاجات دي؟ لو واحد عنده 10 سنين يقدر يستخدم البرنامج ده؟ طب لو واحد عنده 8 سنين يقدر يستخدمه؟ طب لو واحد كبير، لو واحد ما بيشوفش، لو واحد ما بيسمعش، فالبرنامج مديني كل الاوبشنز دي، يبقى ده عنده قابليه للايه؟ للاستخدام. طب مكافاه الوصول او امكانيه الوصول او الاكسسبيلتي، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي قايمه على ان انا هقدر اوصل للبيانات بتاعتي ازاي؟ ايه البيانات اللي انا اقدر اوصل لها؟ يبقى انا دلوقتي لو متاح عندي بيانات فانا عندي امكانيه ايه؟ الوصول. طيب التصميم الشامل اللي هو بتاع التصميم سهل لكل الناس، اللي هو شكل بقى البرنامج. الحاجه دي مثلا وليكن فيسبوك، انا عندي تحت النوتيفيكيشن، وعندي مش عارف المنيو، وعندي البيج بتاعتي، وعندي مش عارف ايه، فانا كده عامل تصميم هنا تحت كذا، فانا مسهل على الناس. اللي تحت ده بتاع خاص بالقائمه مثلا بتاعتي، فوق خاص مثلا بنشر المنشورات والسيرش والرسائل والكلام ده، فانا بحدد كل مكان ليه ايه؟ ليه حاجه. فانا عشان كده عامل حاجه اسمها التصميم الشامل، اللي هو حاجه بنبسط فيها الشكل بتاع البرنامج عشان يبقى سهل برضو في الاستخدام. طيب تعالى نخش على اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ما هي الالوان الاساسيه الثلاثه للضوء؟ احنا قلنا ان احنا عندنا اول 3 الوان، عندي الاصفر وعندي الاحمر والازرق، ماشي، اللي هم الار جي بي والاخضر. طيب هو بيقول لي عند مزجها تزداد درجه السطوع وتقترب من الابيض، ده اللي هو الاحمر والاخضر والازرق. طب السماوي الارجواني والاصفر ده بيقترب للايه؟ بيقترب للاسود، يبقى انا عندي ده يقترب للابيض لما بتزيد درجه السطوع. طب ده لما بيندمج، لما باجي ادمج ده بيقترب لايه؟ للاسود. تمام؟ يبقى عرفنا ان الار جي بي اللي هو ريد والجرين والبلو ار جي بي بيقترب للايه؟ للابيض. طب السماوي الارجواني والاصفر عكس الار جي بي اللي هو بيقترب للايه؟ للاسود لما باجي ادمجهم مع بعض. طيب اصغر وحده تحدد شكل الصوره الرقميه ويتم تمثيل الصوره بترتيبها. ايه اصغر وحده بتحدد الصوره الرقميه؟ اللي هي الايه؟ البكسل. طيب السؤال اللي بعده قال لي ما هي الواجهه التي يتم فيها استخدام الرموز والازرار بطريقه سهله الفهم لتبادل المعلومات بين البشر والاجهزه. بص بقى، علمني على ايه؟ علمني يتم استخدام فيها الرموز والازرار. طيب يبقى دي كلمه السر بتاعت المفتاح بتاعي. طب ما هي هنا قال لي لتبادل المعلومات بين البشر. طيب ما عندي هنا واجهه سطر الاوامر، دي الواجهه اللي انا بكتب فيها اوامر بس من غير بقى ويندوز ومن غير زيس بي سي ومن غير الكلام ده كله. انا بخش على الكمبيوتر بقول له بالاوامر كده، بقول له افتح لي مثلا فايل كذا، افتح لي والله فولدر سي، افتح لي فولدر جي، افتح لي فولدر اي، ايا كان. طب واجهه المستخدم دي الواجهه اللي احنا بنتعامل معاها، قلنا في الايه؟ في الابلكيشن. طيب اللي هي بتاعه الابلكيشن هنا والله السيرش بتاعي، وهنا النوتيفيكيشن، وهنا مش عارف ايه والكلام ده. طب واجهه المستخدم الرسوميه قلنا ان هي اقرب بالويندوز، اللي انا بتعامل معاها ايه بقى؟ باستخدام يتم فيها استخدام الرموز والازرار بطريقه سهله الفهم. يبقى انا سهلت عليك، بدل ما تستخدم دي يبقى دي كده. ده الايه؟ الجزء اللي هو ايه؟ المتحدث، الفيرجن الاحدث من واجهه الايه؟ سطر الاوامر، اللي انا بكتب بس مجرد اوامر وهي بتظهر. لا، دي انا عندي كل الاوامر ظاهره قدامي وانا بختارها. طيب يبقى هنا سهله، دي بتسهل، ماشي، ودي بتسهل، بس دي بيقول لي يتم استخدام فيها الرموز والازرار والحاجات دي كلها. يبقى هختار ايه؟ هختار اللي هي الرسوم الايه؟ الجي يو اي. تمام؟ يبقى واجهه المستخدم الرسوميه اللي هي الجي يو اي هي دي اللي ايه؟ بتسهل على المستخدم باستخدام الرموز والازرار بطريقه سهله الفهم لتبادل المعلومات. طيب الثانيه بتسهل برضو، بس دي مش بستخدم فيها رموز وازرار، انا بستخدم بس ايه؟ بشوف بس بيها الحاجات وببدا اتعامل معاها. طيب تجربه المستخدم قلنا دي اللي هي ايه؟ اللي هو الفيدباك بتاع المستخدم، اللي هو بتاع الشعور بتاعه. طيب اذا كان حجم الصوره بالبكسل هو اكس، ماشي، رأسي، و بكسل واي افقي، وتم تمثيل كل بكسل بزد بيتس. طيب احنا القانون عندنا ايه؟ قال لي ان بكسل بي واي في بي اكس، تمام، في الايه؟ في الزد اللي هو عدد البتات. ده قانون الايه؟ اللي هو بتاع البكسلات. طيب شوف المعادله اللي هو بيقول لي اكس في واي في زد، اهو هو ده نفس الايه؟ المعادله اللي احنا لسه عاملينها. طيب وفقا لمبدا
لاتش بيقول لي اي نوع من التصنيف يعتمد على الفروقات بين الاشياء ويستخدم كمحور لتمييز المجالات. طيب ايه اللي بيعتمد على الفروقات؟ اللي هو بتاع الفئه، اللي هو الايه؟ الكاتيجوري. طيب بتاع الموقع قلنا بيعتمد على الموقع، والابجديه اللي هو الالفابت بيعتمد على الحروف، واللوكيشن بيعتمد على اللوكيشن بتاع كل ملف. طيب بيقول لي يتكون الكمبيوتر من 5 مكونات رئيسيه، هي ايه بقى؟ هي المعالج، ولا وحده التحكم، وحده الحساب، وحده الذاكره الداخليه، وحده الذاكره، ووحده الادخال، ووحده الاخراج، ولا الشاشه والماوس؟ طبعا دي مش مكونات الكمبيوتر الرئيسيه. طيب المعالج، اللوحه الام، البطاريه، القرص الصلب، طبعا الشاشه برضو ده كله ملوش علاقه بال، يعني مثلا الشاشه عندك مش من المكونات. وحده الادخال، ووحده الاخراج، وحده الشبكه، وحده التبريد. احنا هنختار اللي هي الف، وحده التحكم اللي هي السي بي يو، ووحده الحساب برضو دي من ضمن السي بي يو. وعندك وحده الذاكره، وعندك الوحده الذاكره دي بتنقسم 2، ذاكره رئيسيه او ذاكره اللي هي الرئيسيه اللي هي الرام، ماشي، والذاكره اللي هي دي اللي هي الذاكره المؤقته، ودي الذاكره الثنائيه اللي هي الهارد بتاعك اللي بتخزن عليه البيانات. ووحده الاخراج بقى اللي هي بتاعه الكمبيوتر اللي هي بتطلع لنا الايه؟ الاوتبوت بتاعنا. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي من امثله وحدات الادخال، الحاجات اللي انا اقدر ادخل بيها بيانات. انا ممكن ادخل بيانات بالماوس، عن طريق الكيبورد، عن طريق السكان، عن طريق اي حاجه. طيب هنا بيقول لي الشاشه والطبعه. طب الشاشه دي اوتبوت، بتطلع لي مخرجات، مش بدخل بيها حاجه، لا هي بتطلع لي البيانات بتظهرها لي. طيب الطبعه ماشي مخرجات. طب لوحه المفاتيح مدخلات. طيب المسح الضوئي اللي هو الاسكان، اللي هو انا بسكان حاجه فبتدخل لي البيانات لجوه، فكده المسح الضوئي تمام، يبقى الاجابه معانا هتبقى ب. طبعا السماعات اخراج، والماوس ادخال، والقرص الصلب دي وحدات تخزين اصلا. طيب معيار الاتصال الذي ينقل الصوت والفيديو عبر كيبل واحد هو ايه؟ طيب احنا عندنا اليو اس بي ده بتاع الحاجات اللي احنا بنستخدمه اكتر في ان انا بتاعه المدخلات والمخرجات، تمام حلو. طب الاتش دي ام اي اللي هو بتاع الصوره والصوت والفيديو والكلام ده. طب الايثرنت او كابل الايثرنت ده اللي هو بستخدمه برده في ان انا انقل الايه؟ النت بتاعنا، اللي هو الكابل الاصفر اللي انت بتحطه في الراوتر ده. طيب الفيجا ده برده كارت بس بينقل الصوره. طيب يبقى انا عندي ايه اللي انا هستخدمه اللي هو بينقل الصوت والفيديو، اللي هو الاتش دي ام اي اللي هو الكابل بتاع التلفزيون اللي انت بتحطه في الريسيفر ده. لما باجي بينقل ايه من الريسيفر للشاشه، بينقل لي الصوت والصوره. طيب جميل، تعال نخش على اللي بعده. العلاقه بين المكونات الخمسه للكمبيوتر بتعتمد على ايه؟ قال لي العلاقه بين المكونات الخمسه للكمبيوتر بتعتمد على تدفق البيانات وتدفق التحكم بين ايه؟ الوحدات، اللي هو انا البيانات بتنتقل من السي بي يو تخش على المذر بورد، وتخش على الكارت الشاشه، وبتخش لي على كل بقى حاجه، بيبدا يتدفق البيانات بينها وبين بعضها. يبقى بيعتمد على التدفق البيانات وتدفق التحكم بين الوحدات. طيب اللي بعده، تعرف وحده التحكم ووحده الحساب معا باسم ايه؟ انا لسه قايل لك ان وحده التحكم ووحده الحساب معا دول السي بي يو اللي هو الوحده المعالجه المركزيه. طيب تعالى نخش على اللي بعده. من امثله وحدات الادخال اللي انا بدخل بيها لسه واخدينها اللي هي لوحه المفاتيح والماسح الضوئي اللي هو السكانر. طيب تعالى نخش على اللي بعده. المعيار المستخدم لتوصيل الاجهزه المحليه داخل الشبكات المحليه اللان، ده اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع كابل الاصفر اللي هو بتاع النت، اللي هو الايثر نت. طيب اللي بعده، تستخدم عاده لتوصيل اليو اس بي، بنوصل بيها ايه؟ قال لي اجهزه الشبكات، طبعا ده اللي هو بتاع الايثرنت ملوش علاقه. طب الاجهزه الطرفيه مثل الطابعات ولوحات المفاتيح، صح. طيب وحدات التخزين الداخليه دي بيبقى ليها كابلات خاصه. طب انظمه الصوت فقط؟ لا، يبقى ايه؟ يبقى الاجهزه الطرفيه اللي هو زي الماوس بتلاقيه يو اس بي، زي السماعات مثلا ممكن تلاقي فيها يو اس بي، زي الشاشه دي بيبقى اللي بنوصلها بالكهرباء، تستخدم بقى بتوصلها بالاتش دي ام اي عشان دي صوت وصوره. طيب يبقى بيستخدم ايه؟ زي الماوس والكيبورد والسكانر والكلام ده كله، اللي هي الاجهزه الطرفيه، اسمها الاجهزه الطرفيه. طيب وظيفه وحده التحكم، بتعمل ايه وحده التحكم؟ قال لي تنفيذ التعليمات واصدار الاوامر لباقي الوحدات، تخزين البيانات مؤقتا. تخزين البيانات مؤقتا ده اللي هو بتاع الرام. طيب معالجه البيانات فقط. اخراج المعلومات النهائيه ده بتاع الاوتبوت، اللي هي بتاعت الاوتبوت او المخرجات بتاعتي
اللي هي زي الشاشه والكلام ده، مش خاصه بوحده التحكم. يبقى عندي اثنين، لا اما معالجه البيانات فقط، لا اما تنفيذ التعليمات واصدار الاوامر لباقي الوحدات. قال لي تنفيذ التعليمات واصدار الاوامر. طيب الذاكره الثانويه اللي هي ايه؟ الذاكره الثانويه اللي هي الرام، قال لي تستخدم من اجل ايه؟ من اجل تخزين البيانات مؤقتا. التخزين طويل الامد ده خاص بالهاردات او خاص بالايه؟ بالذاكره. استنى كده، الذاكره الثانويه هي دي اللي قصده عليها. يبقى تخزين البيانات مؤقتا دي الذاكره الاساسيه. ماشي تمام. تنفيذ التعليمات بسرعه سيبك منها، مالهاش علاقه بالتخزين اصلا. التحكم في تدفق البيانات هي تخزين طويل الامد. يبقى الذاكره الثانويه هي اللي ايه؟ بتخزن عليها كل حاجه اللي هي زي الهاردات. طيب هنا كانت ايه بس عشان احنا قلنا نكون قلناها غلط. تخزين البيانات المؤقتا هي الرام، صح زي ما احنا قلنا. طيب تخزن البرامج والبيانات مؤقتا داخل ايه؟ مؤقتا داخل الذاكره الرئيسيه اللي هي الرام. قلنا ده الذاكره الثانويه بتستخدم ايه؟ على طول. طيب بيقول لي ما المقصود بالواجهه انترفيس؟ بيقول لي برنامج يقوم باداره الاجهزه. طبعا بتكلم دلوقتي على الشكل فمالهاش علاقه بالاداره. مكون يتوسط في تبادل المعلومات بين الكمبيوتر والاجهزه الطرفيه. وحده التخزين الداخليه نظام تشغيل الاجهزه الطرفيه. هيبقى اللي هو ايه؟ بيكون حد واقف كده ما بين ان انا الكمبيوتر يبعت لي حاجات اظهرها للايه؟ للمستخدم، والاجهزه الطرفيه عشان بتتعامل معاه. يبقى بيستخدم بين او بيتوسط بين الكمبيوتر ان انا شايف حاجه، فمثلا الكمبيوتر بيبعت حاجه على الشاشه فانا بدوس مثلا ايه؟ اوكي، فبيبدا الاجهزه الطرفيه تبعت ايه؟ الاوكي، او بختار بالاجهزه الطرفيه اللي هو زي الماوس بعت الاوكي فيبعته للكمبيوتر. فهو بيتوسط بقى الشكل ده كله. يعني هو بيقول من الكمبيوتر للمستخدم والمستخدم للايه؟ للكمبيوتر، بيعرف ده اختار ايه وده بيقول ايه. تمام؟ طيب ايا من الاتي يعتبر مكونات العتاد اللي هو الجهاز اللي هي الهاردوير، دي مكونات العتاد. طيب بيقول لي نظام التشغيل، طبعا ده سوفت وير. متصفح الانترنت ده برمجيات. تطبيق الاكسل ده برمجيات، او الاكسل ده برمجيات. قال لي وحده المعالجه المركزيه اللي هو المكونات الاساسيه بتاعه الجهاز. ما المقصود بالبرمجيات اللي هي السوفت وير؟ قال لي هي الاجهزه الماديه للحاسوب. طبعا غلط. هي البرامج والبيانات التي تعمل على العتاد. هي ذاكره الحاسب فقط، هي مكونات الشبكه. طبعا هي البرامج. اي مما يلي يعد من برمجيات النظام؟ قال لي نظام التشغيل الاوبريتنج سيستم، ولا برنامج الاكسل، ولا الباوربوينت، ولا تطبيق المتصفح. برمجيات النظام بقى نفسه، برمجيات النظام اللي هو الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل. طيب ما وظيفه نظام التشغيل؟ بيعمل ايه نظام التشغيل بقى؟ زياده سرعه الانترنت، ولا تحكم في الوظائف العتاد وتشغيل البرامج؟ اكيد تحكم في وظائف العتاد. اللي هو ايه العتاد؟ اللي هو الاجهزه اللي هي زي السي بي يو وزي الرامه وزي الهارد وزي الكلام ده كله، اللي هي الهاردوير بتاع الجهاز. طب هو ينفع يبقى عندي هاردوير من غير سوفت وير او من غير برامج تشتغل عليه؟ طب ينفع عندي سوفت وير من غير هاردوير؟ لا. هيجيبها منين؟ هيشتغل ازاي؟ بيبقى السوفت وير لازم يكون مرتبط بان يبقى فيه هاردوير، يبقى فيه برامج بتشتغل، عشان لازم يكون في حاجه بتشغلها. طب ينفع يكون في حاجه موجوده بس مش شغاله؟ ينفع. يعني ينفع يكون عندي مكون وانا مش بستخدمه او مش حاطط عليه برمجيات؟ ينفع. طب ينفع يبقى فيه سوفت وير بس انا مشغله منين؟ من الهواء؟ ما ينفعش. طيب اي من الاتي يعد مثالا على العتاد؟ قال لي الماوس. طبعا صح، ده برنامج، وده الاوبريتنج سيستم برضو ده برنامج، وده تطبيق الرسائل ده برضو برنامج زي مثلا واتساب او الكلام ده كله. طيب ما الذي يشير اليه مصطلح الهاردوير؟ طبعا الهاردوير قلنا اللي هي ايه؟ الاجهزه الماديه للايه؟ للحاسوب. خش على اللي بعده. برمجيات النظام تستخدم لايه؟ برمجيات النظام بتستخدم عشان اشغل واداره تشغيل واداره الايه؟ العتاد اللي هو الايه؟ الهاردوير. خش على اللي بعده. اي من التالي ليس من برمجيات النظام؟ هنا الويندوز ده برمجيات النظام اللي هو نظام بستخدمه. طب الماك اللي هو بتاع شركه ابل. الفوتوشوب ده مش من برمجيات النظام، ده برنامج من برامج النظام، مش برمجيات النظام. من البرامج، مش من البرمجيات اللي هي ايه؟ اللي بيشتغل عليها النظام. ده البرنامج بقى اللي بيشتغل جوه النظام نفسه. طب اللينكس برضو ده برنامج من البرامج اللي هي النسخ اللي ممكن تنزلها عشان خاطر تستخدم الجهاز. طيب ما العلاقه بين العتاد والبرمجيات؟ العتاد يعمل بدون برمجيات، ينفع. طب البرمجيات تعمل على العتاد لتشغيل الايه؟ الحاسب.
لا علاقه بينهما، العتاد هو جزء من البرمجيات. طبعا هنا ده غلط وده غلط، العتاد يعمل بدون برمجيات، هو مش هينفع يشتغل من غير برمجيات، بس هينفع يبقى موجود من غير برمجيات. طب البرمجيات تعمل على العتاد لتشغيل ايه؟ الحاسب، يبقى هي اللي بتشغله، بس هو موجود عادي. طب ينفع يبقى موجود اصلا سوفت وير؟ لا. اما ينفع يكون موجود ايه؟ هاردوير عادي. بس هنا بيقول لي يعمل من غير سوفت وير، لا ما يشتغلش. ايا من التالي يعد برمجيه تطبيقيه، اللي هي البرامج بقى اللي هي بتاعت التطبيقات. يبقى هشيل الويندوز والبايوس واللينكس واختار الايه؟ الوورد، اللي هو برنامج عادي بقى من اللي احنا ايه؟ من اللي احنا بنستخدمه عادي. طيب ما الذي يتحكم في التواصل بين العتاد والبرمجيات؟ قال لي نظام التشغيل، اللي هو بيوصل بين الايه؟ العتاد والتشغيل والبرمجيات. ما المقصود ببرمجيات النظام؟ قال لي برامج يستخدمها المستخدم مباشرة، برامج تتحكم في تشغيل العتاد والبرامج الأخرى، برامج لتصميم الصور، برامج للتصفح الويب. طبعا دي اللي هي ايه؟ البرامج التطبيقية اللي هي بيستخدمها على السوفت وير. طب هنا برامج تتحكم في تشغيل العتاد، طبعا صح. قال لي برامج يستخدمها المستخدم مباشرة، دي اللي هي ايه؟ البرامج التطبيقية، مش برامج النظام. ما المقصود بالعملية المنطقية؟ اللي هي اللوجيكال اوبريشن، عملية حسابية باستخدام الأرقام العشرية، عملية تنفذ باستخدام الأرقام الثنائية 0 و1، عملية بيانية لرسم الدوائر، عملية تخزين البيانات. هيبقى عملية تنفذ باستخدام الأرقام الثنائية. تمام؟ اللي هي ايه؟ البوابات المنطقية دي بنستخدمها باستخدام الايه؟ الأرقام الصفر والواحد. طيب الدائرة المنطقية اللوجيك سيركت بيقول لي تستخدم لإيه؟ بيقول لي تستخدم لتحويل الاشارات الى الصور، تنفيذ العمليات المنطقيه، تخزين البيانات، ارسال البيانات عبر الانترنت. قال لي طبعا تنفيذ العمليات المنطقيه. طيب خش على اللي بعده. اي البوابات؟ طب حوار البوابات ده يا مستر، قال لي عندي بوابه اسمها اند. تمام؟ دي بوابه اند. طب بوابه اند دي هنا لازم يبقى هنا واحد وهنا واحد عشان اخرج واحد. طب لو هنا صفر ما ينفعش، هخرج هنا صفر. تمام؟ يبقى هي دي فكرتها، لازم يبقى هنا واحد وهنا واحد عشان اخرج واحد. طب لو هنا صفر وهنا صفر اخرج صفر. طب هنا واحد وهنا صفر اخرج ايه؟ صفر برضه. طب بوابه اور اللي هي كده، يا ده يا ده، يعني لو واحد ده واحد اخرج واحد. طب لو ده واحد ده بصفر اخرج ايه؟ برضه واحد. طب لو صفر وصفر طبعا اخرج صفر. يبقى هي تخرج واحد في حالتين وتخرج صفر في حاله واحده، اللي هما الاثنين يبقوا صفر. تخرج واحد لو ده او ده بيساوي واحد او الاثنين بيساوي واحد. وعندي النوت اللي هي عامله كده. تمام؟ دي تعمل هنا واحد تعكسها الناحيه الثانيه بصفر، تعمل هنا صفر تعكسها الناحيه الثانيه بايه؟ بواحد. مالكش دعوه بيها دي. طيب اي من البوابات التاليه تخرج واحد فقط عندما تكون جميع المدخلات بواحد؟ اللي بتخرج واحد لما لازم يكون كل المدخلات بواحد. قال لي الايه؟ قال لي اند. طب اور تنفع، بس هو بيقول لي فقط. يعني ايه؟ يعني في الحاله دي بس. اي من التالي يعبر عن دائرة العاكس اللي هي ايه؟ اللي هي النوت. تخرج نفس القيمة، قلنا بتخرج ايه؟ عكس القيمة. اي من التالي يوضح وظيفة البوابة اور. البوابة اور بتعمل ايه؟ تخرج واحد فقط عندما تكون المدخلات بواحد، طبعا غلط دي ان. تخرج واحد اذا كان هناك على الاقل مدخل واحد ايه؟ بيساوي واحد. طيب جدول اللي هو الصواب اللي هو التراست تيبل يستخدم لتخزين البيانات، توضيح نواتج جميع الحالات الممكنه، رسم الدوائر، ترجمه البرامج. قال لي طبعا ايه؟ توضيح نواتج جميع الحالات الممكنه، اللي هو انا بعمل كده. لو انا عندي بوابه اور او بوابه اند، بقول له مثلا لو انا هنا دخلت صفر يطلع لي هنا مثلا ايه؟ صفر، يطلع لي هنا صفر. لو انا دخلت هنا واحد، لو دي بوابه اور فهو يطلع لي هنا وهنا صفر، يبقى يطلع لي هنا واحد. لو انا دخلت هنا واحد وهنا واحد يطلع لي ايه؟ واحد. هكذا بقعد اشوف الجدول ده هيطلع لي احتمالات عامله ازاي. طيب ما ناتج بوابه اند اذا كان المدخل واحد وصفر؟ اند هيبقى صفر، لازم اند واحد ومعاه واحد عشان يطلع لك واحد، ما ينفعش يا ده. ما وظيفة دائرة الجمع النصفي؟ دائرة الجمع النصفي هي عندك بيقول لك جمع رقمين. دائرة الجمع النصفي هي دائرة بسيطة، عشان كده بيقول لك ان هي نص، يعني نص، فلازم بتستخدم ايه؟ بتعتمد على واحد بت. طب واحد بت مكون من ايه؟ من خانتين. فهو بيقول لي دلوقتي جمع بين رقمين عشريين ولا جمع بين رقمين ثنائيين من خانة واحدة؟ من خانة واحدة اللي هي 1 بت. طب ال1 بت ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه 0
ويبقى فيه 1، فهي عشان كده تستخدم بس رقمين ثنائيين اللي هو ال0 وال1 من خانه واحده. طيب طرح رقمين، تحويل رقم الى الاخر. طيب تتكون دائره الجمع النصفي من بوابه ايه؟ من بوابه اند واكس اور. طب ايه الاكس اور ده يا مستر؟ الاكس اور دي بنستخدمها عشان ايه؟ عمليات الجمع اللي هو بيبقى كده، تمام؟ بس هنا بتطلع لي ايه الفرق بينها وبين الاور العاديه؟ الاور العاديه لو 1 و0 هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 1. طب لو 1 و1 هيطلع لي ايه؟ 1 برضه. طب هنا بقى بتستخدم ان 1 زائد 1 بتقول لي بصفر. طب بتعمل ايه بقى بعد كده؟ ما بتعملش حاجه بعد كده. بوابه الجمع الكامل دي بقى بترحل لي الواحد فيما بعد وتقول لي ان كده معايا 1 كمان، ويبدا يكمل العمليه الحسابيه. هنا بتقف عند العمليه دي ان 1 زائد 1 بيساوي 0. طب احنا اصلا عرفنا ان 1 زائد 1 بيساوي 0 امتى؟ لما جينا نجمع الارقام 0 1 1 0، قلت لك زائد مثلا 0 1 1 0، تمام؟ قلنا ان 0 هنا هتنزل. طيب 1 و1 قلت هنزل الصفر وهيبقى معايا هنا 1. طب 1 1 و1 قلنا هتبقى 1 ومعايا 1. طب 1 و0 هيبقى 1. عرفت؟ يبقى احنا هنا لما باجي اجمع بطريقه الاعداد الثنائيه بستخدم ان 1 زائد 1 بيساوي 0 وبرحل الواحد، تمام؟ هنا برضو بترحل، بتعمل نفس الكلام بس بتقف عند الخطوه ان هي بتساوي 0، ما بترحليش بقى بتكمل. مين اللي بيكمل؟ اللي هي دائره الجمع الكامل. طيب عشان كده هي اسمها نصفي، يعني ما بتكملش الحاجه للاخر. ما الفرق بين دائرة الجمع النصفي ودائرة الجمع الكامل؟ قال لي الكاملة تأخذ في الاعتبار النقل اللي هو الكاري اللي هو بنقل الايه؟ الحاجة. طب النصفي أسرع في الحساب؟ طبعا دي صح برضه. ماشي؟ الكاملة تستخدم مدخلا واحدا؟ لا، هي طبعا الكاملة تستخدم 3 مدخلات. طيب النصفي يعمل فقط في العملية المنطقية؟ ده بيعمل في العملية الحسابية برضه. في دائرة الجمع الكامل عدد المدخلات لسه قايل لك اللي هو كام؟ 3. أي من التالي ليس من مكونات دائرة الجمع الكامل؟ احنا قلنا اند ومعايا اور ومعايا الاكس اور، قال لي النون اند، الان اند. طيب كده خلصنا مراجعتنا، دي كانت اهم الاسئله. لو في حاجه احنا لسه ما شرحناهاش فانت اتعامل معاها عادي خالص، او اعرفها من الاسئله بالطريقه الشرح البسيطه اللي احنا اديناها لك بس عشان تلم الدنيا. مش عايز الفيديو يبقى طويل ونبدا نشرح بقى ونوسع الدنيا، الفيديو ما يكملش معاك وقت كبير عشان تقدر تراجعه في اسرع وقت وتخش ان شاء الله في الامتحان هتلاقي نفس الاسئله دي بالظبط باذن الله. طيب اعذرونا طبعا ان احنا موقفين ان احنا بننزل فيديوهات الفتره اللي فاتت، ولكن والله يعني الواحد تعبان تعب، يعني ادعوا لنا بالشفاء ان شاء الله، و باذن الله نكمل تنزيل باقي المحتوى بتاعنا. مش هنسيبك على اخر السنه غير واحنا مخلصين المنهج بتاعكم كله باذن الله. طيب بالتوفيق ان شاء الله. طمنونا على الامتحان وقولوا لنا رايكم في الكومنتات. لو في اي سؤال، لو عندك اي حاجه عايز تسالني عليها ابعت لي على رقمي على الواتساب او ابعت لي في الكومنتات برضه هرد عليك. مش بنسيب كومنت مش بنرد عليه، ولو حد كلمني برضه برد على كل الناس. ف يعني ان شاء الله اشوفكم دايما بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.